السلام عليكم. وصفتنا النهاردة بسكوت البرتقال، هش ولذيذ جدا. وأحلى حاجة فيه إنه كمان اقتصادي، ومكوناته موجودة عندنا في كل بيت، ومتأكدة إن انتوا هتقوموا تعملوه حالا. معانا هنا كوباية إلا ربع من الزبدة النباتي. طبعا الكوباية ما تكونش مضغوطة أبدا، زي ما انتوا شايفينها مكعبات محطوطة فوق بعضها لغاية لما نوصل لكوباية إلا ربع. بتبقى بدرجة حرارة المكان. هنفركها شوية كويس بالمضرب. ممكن بالمضرب العادي اليدوي جدا، يعني مفيش أي مشكلة. معانا هنا ربع كوباية من الزيت النباتي. يا ريت الزيت يكون يعني زيت نضيف ملوش أي ريحة. هنضربهم مع بعض لغاية لما يبقى الشكل كريمي زي ما انتوا شايفين. هنلم الجوانب كده على بعضها. شوفوا المنظر. احنا عايزين القوام الكريمي ده. وبعدين هننزل عليهم بكوباية إلا ربع من السكر البودرة. ممكن عادي جدا تستعملوا السكر العادي، بس يا ريت تكون الحبيبات بتاعته تكون ناعمة شوية عشان ما تغلبكوش في الخفق. نضربهم تاني مع بعض وتبهدلوا الدنيا كده زي ما أنا عملت. وبعدين هننزل بعد كده بواحدة بيضة. كل حاجة تنزلوها نعملها نضربهم كلهم مع بعض. ونزلت هنا كمان بمعلقة صغيرة من قشر البرتقال وباكو من الفانيليا، وهنضربهم تاني مع بعض. أنا عايزة القوام يبقى كريمي على قد ما نقدر، يكون هش كده ومرتفع وخفيف. هنا معانا نص معلقة صغيرة من الملح علشان تعززي الطعم والنكهات. احنا هنا بنعمل بسكوت برتقال. ما تخافوش، الملح مش هيبقى بسكوت مالح ولا حاجة، بس هيبقى فعلا طعمه جميل جدا. ونزلت هنا بمعلقة صغيرة برضو من البيكنج باودر. ضربناهم كلهم مع بعض. هنا معانا ربع كوباية من عصير البرتقال. وهنقلبهم كلهم مع بعض تاني. بس زي ما انتوا شايفين القوام هو ده القوام المطلوب. الموضوع على فكرة مش صعب أبدا، مش هياخد معاكم وقت حتى لو انتوا بتعملوه بالمضرب اليدوي. هنلم الجوانب كده. وبعدين هنبدأ هنا في مرحلة الدقيق. معانا 3 أكواب من الدقيق. أنصحكم إن انتوا تحطوا كوبايتين ونص في الأول، وتخلوا نص كوباية على جنب. نحطها بشكل تدريجي. أنا بالنسبة لي خد مني 3 كوبايات دقيق، بس ممكن الدقيق اللي عندكم يختلف. هننخل الدقيق طبعا شوية شوية. هنقلبهم كلهم مع بعض. تقليب العجين البسكوت ما بيبقاش عجن، بيبقى بشكل اللي هو نظام التقطيع زي ما انتوا شايفين كده بالسباتيلا، بحيث ان الدقيق يختلط بالمكونات السائلة بدون عجن. وصل كده معانا العجين ان هو خلاص كده ما بيلزقش في ايدينا وما بيشققش. زي ما انتوا شايفين العجينة ما شاء الله لينة معانا جدا. هنبدأ هنا مرحلة التشكيل، مرحلة سهلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين بنعمل نظام كور متساوية. بنرصها على صاجة مفروشة بورقة زبدة أو مش مفروشة بورقة زبدة عادي جدا. ومش لازم تكون مدهونة بالزيت على فكرة أو بالزبدة. وبعدين بنضغط عليها البسكوتة. أنا هنا في الأول ضغطت بصباعي، لقيت صباعي علم فبدأت أضغط بإيدي بكف إيدي. التشكيل بتاعه سهل جدا، تقدروا تدخلوه في الفرن بالمرحلة دي أو ممكن تشكلوه زي ما أنا بعمل كده. بالسكينة بعمل خطوط طولية وخطوط عرضية بس كده. وبس أنا عايزاكم برضو تعملوا مسافات بين كل بسكوتة وبسكوتة لأنه بيزيد حجمه في الفرن. وبس ودخلته الفرن على درجة حرارة 160 درجة. ما شاء الله خرج بالشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. أخد معايا 15 دقيقة بالظبط. الطعم والريحة مش عارفة أوصفها لكم، رائع رائع رائع، مخدش مني وقت أبدا. كل ما تكونوا عاوزينه مقرمش رفعوا البسكوت أكتر، هيطلع معاكم مقرمش جدا. خرافي وبيدوب في البق. وأنصحكم تجربوه. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. وشكرا.